السبب الوحيد والمهم أنني درت لافاك وما درتش مدارس هي أنه السلام عليكم. اغلبيه اللي تشوف الفيديو كانوا سالوا الباك، سالوا الوطني مرتاحين، دابا بغاو يعرفوا شنو يديروا من الباك، وغتلقى الاغلبيه محترمه بين المدارس والافاك واوف بي بي تي. فانا جيت في هذا الفيديو نوريك بالضبط اكزاكتومون شنو تختار من بين هاد الثلاثه، وعلاش الاغلبيه تيبغي مدارس واخرى فيها ايجابيات وسلبيات اللي خلاتني انا ما نديرهمش، وشنو هو السر الوحيد اللي ما يقول لك حتى واحد انك تنجح في لي كونكور. واخيرا وليس اخيرا، شنو هما الاغلاط اللي انا درت ديك لقيتها وما نبغيكش انت تطيح فيهم. كاع الناس اللي شافوا الفيديو ديال الباك الوطني اللي غنحطو لكم انا ولا هنا عارفين بلي انا جبت 16 وما عارفينش علاش انا درت لافاك وما درتش مدارس، وهادشي كامل بسبب واحد الحاجه مهمه بزاف، واي اختيار خاطئ منك غيضيع لك سنين من حياتك. داكشي اللي سمعني مزيان وكمل الفيديو حيت غنعطيك اللاصق اللي ما غيقول لك حتى واحد، وما تنساش تابونا خليك معايا. اغلبيه التلاميذ اللي سالوا الباك وسالوا الوطني غتلقاهم دابا عيانين صافي لينيرجي كامله مشات في الباك، ونفس الحاجه دزت منها انا، وهذا اكبر غلط يقدر يوقع للتلميذ. دوزت الوطني وساليت الباك ونجحت وداك الشيء وارتحيت واحد السيمانات قريبا، من بعد كيبداو المدارس يتحلوا التسجيل وداك الشيء، كتسجل وهنا كتبدا الجد انك توجد لهم. فانا من الاول كنت تالف ما عرفتش شنو هما المصادر باش انني نقرا لي كونكور، وشنو خصني نراجع من ماط اس في تي فيزيك، شحال من حاجه كنت تالف فيها. وفي نفس الوقت كان واحد الحاجه في بالي كتقول لي ماشي بالضروره المدارس راه بحال لافاك، وديك الهضره ديال لافاك زيرو افاق راه كذوب وداك الشيء. في ديك الفتره واخا كنت كنوجد لي كونكور، ولكن الهضره هذيك باقا في بالي، فهمتي، مقتنع انا بشي حاجه سميتها لافاك. وغتسولوني علاش انا مقتنع بلافاك، واحد الحاجه سمعتها غنقولها لكم من بعد. المهم ديك الفتره تقريبا يوميا كندير ساعتين باش نوجد لي كونكور، وتيقني ساعتين راه ما كافياش. الا كنتي ناوي بصح على المدارس خاصك توجد لهم بحال كتوجد الوطني، يعني من الاخر خاصك توجد نهار كامل تقريبا. حلو تجي المدارس، فانا دفعت لينسا ولينسا والميدسين ولينا لون سي جي ما كانش عندي معاه صراحه. حتى كيخرجوا الريزولطا ديال المدارس وكنلقى انني تقبلت غير في جوج اللي هما الميدسين ولينسا. وبالنسبه لينا راه كنت خلصتهم 100 درهم ما عرفتش فين داو نهار كنتقبل، ولكن كنتصدم في نفس الوقت. علاش لينسا غندوزها فين؟ في تطوان غنمشي ندوز الكونكور، مع العلم انني ساكن في الرباط، فبالنسبه لي ما كانش واحد العائق اللي كبير. داكشي علاش مشيت تطوان ومشيت دوزت واحد 3 ايام بحال هاد صافيره في الصيف. داكشي كما كتعرفوا انسا غدوز فيهم جوج مواد في الماط وفيزيك، والاس في تي غدوز فيهم ثلاثه المواد اللي هي الماط وفيزيك واس في تي، وغيزيروا معاك في اس في تي. ملي كنجي كندوز كنتصدم باللي فيزيك، حيت انا ما وجدتش مزيان داكشي، فيزيك كنلقاه هو اللي قريناه في الباك، ولكن بالنسبه للماط عمرنا قرينا داكشي وعمرنا قرينا قبل. عاد ملي كنطلع لافاك كنعرف ان هاد الدروس اللي كتقراهم في الكونكور راه غتقراهم في لافاك. بالنسبه للفيزيك كتخدموا عادي ساهل، داكشي كيو سي ام كتخرج عادي، ولكن الماط كيجي شويه صعيب. نفس الحاجه مع الميديسين، عندك الماط صعيب الفيزيك ساهل، ولكن الاس في تي اصعب واصعب واصعب. داكشي عمرك قريتي في الباك. المهم فاش قررت انني نمشي لتطوان وندوز داكشي، دوزت عادي، مشيت قبل بنهار صراحه ودوزت مع شي وحدين وسكنت عندهم واحد اليومين 3 ايام. ولكن النهار ديال الكونكور نهار اللي نمشي مع الصباح مع 8 وكنتصدم باللي كاينين مئات او نقدروا يوصلوا بالالاف شي وحدين غيدوزوا كونكور، ونقول لك واو، راه عدد مهول اصاحبي، راه الزحام تما. هذا العدد المهول كتلقاه جاي من جميع انحاء المغرب. وتخيل معايا لقيت شي وحدين كنعرفهم في الرباط، لقيتهم تما وما اتفقناش اننا نسافروا مع بعضياتنا. وصراحه اصلا كنت قلت في بالي حتى ما نجحت في الكونكور ما عنديش مشكل، تكون تجربه زوينه انني نجرب الشعور ديال الكونكور والسفر واجواء زوينه وداك الشيء كامل. نفس الحاجه مع الكونكور ديال الميديسين كندوز، ولكن مزباش زوينه انه يدوز في نفس المدينه اللي انا فيها، وكتلقى عدد كبير من الناس اللي جايين من برا، ماشي برا المغرب انما برا الرباط. من بعد كيخرجوا الريزولطا ديال لي كونكور وكنعرف راسي انني ما تقبلتش، ولكن بالنسبه لي انا راه قلت لكم كما كانت ديك الفكره في بالي باقا راسخه ليا. وانا دابا في لافاك العام الثاني ساليت الدوك ديالي، واش غندفع المدارس؟ مازال ديك الفكره في بالي لا. لافاك بالنسبه لي شي حاجه بسبب واحد الحاجه مهمه اللي غنقولها لكم في الاخر. وبالنسبه لديك الهضره ديال لافاك زيرو افاق صراحه ما كايناش. انا كنقول لكم قريت العام الاول في لافاك كانوا بزاف ديال الاقسام، يعني واحد 3 د الاقسام كبار، كنقول لكم مدرجات ثلاثه. كندوز العام الثاني كنلقى شحال 70%، جوج اقسام ما بقاوش، بقى قسم صغير واحد. تخيل معايا 70% كلشي خرج من لافاك. صراحه ما عرفتش علاش بنادم معقد من لافاك، خاصك غير الجد، خاصك غير دير النيه وغدوز عادي، فهمتي، ناجح في جميع المواد الحمد لله. لافاك ما عاديه سهله ما فيها شي حاجه صراحه، غير خاصك حاجه وحده اللي هي دير النيه ودير الجهد، ماشي دوز لي كونكور وفي الاخر ما كتقبلش تقول صافي راه تسدات ليا الحياه داكشي. لا، دير لافاك وما تقولش انه درت لافاك غير باش ندوز، لا، دير فيها النيه ودير الجهد وتيقني غتنجح وغيعجبك داكشي. والسؤال تيبقى اهم سؤال في هذا الفيديو هو انه واش ندير مدرسه ولا ندير لافاك ولا ندير اوف بي بي دي، ولكن ما غندويش على في هذا الفيديو حيت ما عنديش خبره معاه صراحه. الجواب هو ما كاينش جواب واحد. الغلط اللي كيديروا بزاف ديال الطلبه هو انه كيختار على حسب شنو كيسمع. مدرسه ديال هادي راه احسن من هادي غنمشي لها، المدرسه فيها افاق لافاك زيرو افاق، حيت الا دخلت شي مدرسه على حسب بنادم تيقولوا عليها مزيانه راه بالنسبه لك تقدر ما تجيكش مزيانه. في المختصر هادشي كامل اختار التخصص ديالك اللي انت باغي اللي كيعجبك، من بعد تشوف واش مدرسه ولا كليه على حسب عقلك شنو باغي. راه بحال لافاك هي المدرسه. ندوز دابا الاغلاط اللي انا درتهم ولا انت ممكن انك ديرهم. انت مثلا ناوي على المدارس وما كتوجدش كونكور، شنو خاصك؟
ما فهمتش شنو كتسنى مثلا. الغلط الثاني اللي يقدر يديرو الطالب هو انه كيظن ان بزاف ديال الكونكورات راه غتعطيه واحد الحاجه، يعني واحد تعطيه واحد الامل، تيقني لا، عطيه واحد الطاقه للكونكورات، ولكن ما تنساش الجسم ديالك عنده حدود وراحه ديالو. الغلط اللي مورا هو انه كنت كنتقلق وكنت ستريس قبل اي كونكور، يعني نفس المشاعر اللي كانوا في الباك في الوطني واغلبيه دازوا منهم، راه نفس المشاعر اللي غدوزهم في الكونكورات تقريبا. وهذا اكبر غلط تقدر طيح فيه. تيقني ديما كنقول لكم ما تبقاوش تستريسا. انا تستريس غير في وطني، اما بالنسبه للكونكور داكشي راه صراحه ما تستريسيتش، حيت فكره لافاك باقا في بالي. وايضا من الاغلاط اللي يمكن انك ديرهم هي انك تسجل في كاع المدارس. تيقني لا، سجل في المدارس اللي انت مانتريسي بهم، اللي انت راك مهتم فيهم. تيقني اللي ما نجحتش كونكور راه ربي كاتبك لافاك، مثلا جرب لافاك عام، ضيعتي عام ورا الباك راه تعتبر عاديه، ساليتي داك العام ديال لافاك حسيتي براسك ما درتيش شي حاجه، كمل لافاك ودفع المدارس وعطي الجهد ديالك. تقبلتي في مدارس سير توكل على الله عادي، سي براسك ما باغيش تضيع داك العام اللي درتي في لافاك، كمل في لافاك. راه انا بالنسبه لي لافاك هي مدارس، ما كاينش شي فرق كبير. الفرق الوحيد ما بين المدارس ولافاك هي انه مدارس العامين الاولى كتكون عباره عن بحال تحضيريه، كتكون قاري فيها الماط وفيزيك وداكشي كامل بزز منك. والعكس صحيح في لافاك، هو انه تختار، عندك اختيار مثلا في الكليه في لافاك كتختار ما بين واحد التخصص ولا واحد تخصص اخر، اما ميب ولا الاي اي ولا الانفورماتيك ولا بيولوجي ولا شحال من حاجه. مثلا انا اختاريت انفورماتيك ابليكيت سايبر سيكوريتي. شنو درت وعلاش اختاريت هذا التخصص؟ حيت اصلا ما انا كنتش ناوي نقرا فيزيك، ما الا دخلت مدارس عارف انه غيبداو معايا فيزيك معقد وصعيب. او مثلا حتى في لافاك اختاريت الميب كتقرا فيها مواد ديال الفيزيك. داكشي علاش خصك تحدد شنو انت باغي، شنو باغي تقرا، شنو ما باغيش تقرا، شنو انت اصلا ناوي من بعد. انا كان عاجبني التخصص ديال سايبر سيكوريتي وهادشي ديال الانفورماتيك ولا اي اي، ولكن اختاريت بالضبط اكزاكت اللي ما يخلينيش تقرا فيزيك، حيت ما حاملش فيزيك صراحه. مع عكس المدارس اللي بزز منك خصك تقرا اول عامين وخص فيكون فيهم ماط وفيزيك وكلشي. وهذا ماشي هو السبب الرئيسي اللي خلاني ندير لافاك وما نديرش مدارس، وانما السبب الرئيسي انني درت لافاك وما درتش مدارس هو انه انا ماشي مغربي، والسيستم ديال لافاك والمدارس كيختلف. لافاك تعتبر عالمي، ما السيستم ديال المدارس كيتعتبر عنده علاقه بنظام فرنسي مغربي. واخر حاجه نقدر نقولها لك هي ثق في راسك وسير دوز عادي وما تاخذش الهم. نجحتي هذيك ما نجحتيش هذيك، ولكن خاصك توجد. انا قلت لكم السر انك تنجح في لي كونكور هو انك توجد، بحال انك توجد ليه في الوطني، بحال ما وجدتي للوطني والباك غتوجد نفس الحاجه في لي كونكور، ما خصك تحبس. وباقي عندي صراحه الكونكورات في لتحت انا مخبيين الاوراق باقي مشرملين تما. الا بغيتوهم بصراحه كتبوا لي في لي كومونتير وانا نخليكم انستغرام في الوصف ولا في اول تعليق. اللي بغى يدوي معايا يدخل بريفي ويدوي معايا، يقول لي راه بغيت لي كونكور اللي دوزتهم، عندي ديال الانسا وعندي ديال الميديسين، غنصيفطهم لكم عادي في انستغرام. هادشي اللي كاين، وخا خصني نقلب بزاف. المهم هادشي اللي كاين، تابعونا في لاشين، تهلاو لي في راسكم، الله ينجحكم، الله يسهل على كل شيء. تحياتي.